الله أكبر وانتهى نصبي وزالت شقوتي. الله أكبر وارتمى قلبي بباب الرحمة. الله أكبر وانتهى نصبي وزالت شقوتي. الله أكبر وارتمى قلبي بباب الرحمة. حلقت في أفق الخشوع وقد شرقت بدمعتي ونفضت عن قلبي جبالا. الحمد لله الأول على نعمة الإسلام، زي ما محمد قال هي نعمة فعلا، ويا ريت المسلمين كلهم يكونوا حاسين بالنعمة اللي هم فيها ديت. أنا كلمتين اتنين هقولهم مش هطول. أنا قبل ما أسلم ما كنتش عارفة أي حاجة. أنا كان في مشاكل بيني وبين جوزي، قعدت 13 سنة بالظبط مع جوزي، يعني تقريبا من أول ما اتجوزت ما قعدتش معاه 5 أشهر أو 6 أشهر وبدأ يتغير. مش عارفة في ايه جواه، مش عارفة ماله. بقى ساعات اخش عليه الاقيه بيعيط، ساعات بيسيب البيت وبيبات بره. اعرف انه بايت عند اصحابه، اعرف انه بايت في القهوة في الكافيتيريا اللي هو شغال فيها. في حاجة ما كنتش فاهماها، مش عارفة في ايه، انا مش عارفة هو في ايه. قعدنا 13 سنة على النظام دوت، مرة واحدة كده لقيته. انا دلوقتي معاه 3 اولاد الحمد لله. مرة واحدة لقيته خد الولاد ومشي. استغربت. انا واخواته قعدنا ندور عليه. بص انا كنت عارفه ان هو عايز يسلم، كنت عارفه ان الحاجه دي، لانه هو قال لي قبل كده، قال لي تعالي نسلم وناخد الاولاد ونسلم. انا طبعا بدافع الغيره انا قلت له انت بتعرف، اكيد واحده قايله لك الكلام ده، اكيد انت، لان ما شفتوش قبل كده ماسك كتاب، ما شفتوش. لو كان بيكلمني او فتح قلبه ليا او فهمني او مش عارفه، انا مش عارفه يعني. هو ما قاليش حاجه. فوجئت ان هو خد العيال ومشي. فمره واحده لقيته بيكلمني بعد ما قعدنا ندور عليه انا واخواته، لقيته بيكلمني وبيتصل عليا وبيقول لي تعالي انا قاعد في الحته الفلانيه وانا اسلمت. قلت له طب ما قلتليش ليه؟ قال لي لا انا قلت لك قبل كده وانت ما رضيتيش. قلت له طب انا دافع الغيره، انا ما كنتش عارفه اللي جواك. طيب ماشي، طب انا عايزه اشوف اولادي. قال لي طب هتشوفيهم؟ طب انا خايف لا تقولي لحد من الكنيسه او تقول حد من اهلي او اهلك. قلت له لا، وحلفت له قلت له مش هيحصل. فهو جه فعلا واستنيته في الموقف اللي قال لي عليه وجه وما جابش العيال معاه. فقال لي تعالى انا هاخدك تشوف العيال في المكان اللي احنا قاعدين فيه. ورحت معاه لقيته اني قاعد عند ناس ربنا يكرمهم ويصلح حالهم يا رب. هم اكرمونا فعلا وقعدونا وضيفونا عندهم اكتر من شهر. انا اول ما رحت كنت رافضه موضوع الاسلام صراحه، كنت رافضه لان ما كنتش فاهمه في حاجه. او انا اولا هقول لكم على حاجه، هي جوزي ما قالهاش في الكلام بتاعه. انا ليا اخ مسلم وكنت بقعد معاه كتير، لا عمره فتحني يعني ما فتحنيش في الاسلام ولا قال لي. وبيجي عندنا البيت وبيجي عند والدتي وعادي وعايش حياته عادي معانا، مفيش اي مشكله. لا عمره فتح معايا موضوع الاسلام ولا عمره فهمني في حاجه. انا رايحه مش مقتنعه بحاجه، رايحه لجوزي اشوف عيال اللي وحشوني اللي قعدت شهر ما شفتهمش. فانا لقيت جوزي بيرد على موضوع الاسلام. قلت له لا مش هيحصل، مش هيحصل. انا مقتنع بيه هعمله لوحدي، مش هستنى يعني، مش هعمله غصب. قال لي لا مفيش غصب، دي حاجه براحتك. قعدت يوم واثنين وثلاثه لقيت في ناس جولي وقعدوا يتكلموا معايا ستات كده مش عارفه متهيألي ان هم مش بني ادمين، دول ملايكه من عند ربنا. قالوا لي كلام ما سمعتوش قبل كده. مسكوني القرآن. أنا أولا يعني في القراءة والكتابة أنا على قد يعني بقرا يدوب على قد. لقيتهم مسكوني القرآن وقالوا لي اقري. بقيت أقرا القرآن ده مش عارفة أنا بقراه إزاي، مش عارفة أنا ماسكة وبقراه إزاي. أنا قعدت أعيط. مرة واحدة لقيت نفسي بقول لهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لقيتهم بيعيطوا واللي بتزغرط واللي بتحضني. كانت مفاجأة لجوزي ولأولادي والناس اللي أنا قاعدة عندهم ولنفسي أولا. ده أنا جبت لكم مختصر يعني، اختصرت لكم الحكاية كلها يعني.
من اول ما جوزي مشي وخد الاولاد لحد ما انا اشرت اسلام. الحمد لله دلوقتي انا حاسه ان انا قاعده عايشه في الجنه، برغم ان انا واولادي وجوزي احنا اولا نايمين على الارض. مش الحمد لله في الاول وفي الاخر اقول الحمد لله. الشعور يعني حاسه دلوقتي ان انا عايشه في الجنه، مش عايشه في الدنيا. والله العظيم انا عايشه في الجنه. في الاول انا ما كنتش حاسه ان انا عايشه، ايام بقضيها. كنت بخش الكنيسه دي انا مش عارفه بخشها ليه اصلا، مش عارفه هما بيقولوا ايه، مش عارفه. كنت عايشه يعني كنت بتكلم مع جوزي كتير، بقول له انا مش عارفه اصلا في حاجه برضه جوايا. يعني جوزي كان نفسه يسلم وخايف يقول لي، وانا كان في حاجه جوايا انا مش فاهماها، مش عارفه. انا عايشه حياتي وكأني واحده عايشه وخلاص، لا عارفه الدين ده فيه ايه، ولا عارفه، مش عارفه اي حاجه. دلوقتي انا عارفه الدين اللي انا فيه ده الدين اللي على الحق، ده الدين فعلا، ده الكتاب ده كتاب ربنا فعلا. نفسي وبقول يا رب، بقول يا رب وبدعي يا رب اهلي ويا رب النصارى كلهم يبقوا زينا يا رب يا رب. شعور جميل قوي، شعور ان الواحده تبقى البني ادم ده يبقى في دين الاسلام. نعمة بجد، نعمة زي ما محمد جوزي قال، دي نعمة. أنا مش عارفة أعبر ولا أتكلم، بس دي حاجة الواحد هيحسها. يا رب يا رب يا رب أهلي، يا رب النصارى كلهم ينالوها قبل ما يموتوا يا رب. ما حصلش، هو الكلام ده على فكرة اتقال على جوزي برضه. فعايزة أقول أولا اللي طلع الكلام ده عليا وعلى جوزي دول أهلي، قالوا إن أنا، هو طبعا ده أول حاجة قبل ما أتكلم بيستفزوني عشان أرجع، عشان يمسكوني، بس أنا ما نولتهمش الفرصة دي طبعا. فأولا أنا هثبت لهم دلوقتي ان انا موجودة انا وجوزي. يعني ممكن يقولوا ما انتي لابسه النقاب وانتي مش عرفنا ان انتي مثلا رضا. انا بقول لهم انا اهو، انتوا عارفيني كويس. انا الحمد لله احمد ربنا على نعمة الاسلام اللي انا فيها، وربنا يسامحكم بجد، يسامحكم بجد على اللي انتوا قلتوه عليا، ويسامحكم بجد على اللي انتوا قلتوه على جوزي. فالحمد لله عوض ربنا كبير، وربنا يسامحكم على اللي انتوا قلتوه عليا وعلى جوزي. لا انا ما حصلش الكلام ده كله. انا زي ما قلت لحضرتك ان انا يعني اختصرت لكم الحكايه، ما طولتش. انا ما كنت، انا لا كان شوف نيتي الاسلام اصلا، ما كنتش عارفه فيه حاجه، بس الحمد لله ربنا بعت لي الناس اللي فعلا فهموني واقنعوني. بس ده مش اجبار على فكره، يعني هم مش جبروني، لا ده هم مجرد ان هم مسكوا المصحف وفتحوه وبقوا يقروا فيه قدامي. انا حسيت ان انا بني ادمه تانية، ان انا واحده تانية، حسيت ان انا طايره في السماء، مش بني ادمه عاديه. فما فيش اجبار ولا في اي حاجه من الكلام ده، مفيش حد اجبرنا على حاجه. حصل فعلا، كانوا اهله، انا ما شفتهمش اولا من يوم ما مشيت، انا ما شفتهمش ولا كلمتهم ولا سمعت عنهم اي حاجه. هم كانوا اتصلوا على جوزي وقالوا له احنا عارفين مكانك ومكان ولادك ومش هنسيبك وهناخدهم، وكلام كتير من ده يعني. فانا بصراحه كنت خايف، وقلت لجوزي مش لازم نقعد في البلد ديت ونمشي وكده. فهو طبعا بقى يكلم الناس في امن دوله وكده، فانا قلت له محدش هيحمينا. بقيت خايفه وبقيت بعيط عشان خاطر، مش عشان خاطر نفسي. انا قلت لجوزي انا خلاص، انا ما يهمنيش اي حاجه، انا اهم حاجه عندي الولاد. فالحمد لله ربنا وقف جنبنا. بس انا بطلب بس الحمايه ليا ولاولادي، مش ليا حتى، انا لاولادي بطلب الحمايه لاولادي. هي التهديدات كلها كانت طالعه من اهلي. وعايزه اقول حاجه كمان لاخواته، اخوات جوزي. عايزه اقول للي خدوا شقتي وخدوا عفشي وخدوا حاجتي، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. مفيش حاجه بتنفع، مفيش حاجه بتدوم، مفيش حاجه بتدوم. انتوا بتروحوا واحد ورا واحد، كل يوم والتاني فيكم واحد بيروح، محدش خد حاجه معاه.
وصحاب بيوت وصحاب ملك، وصحاب محلات. خدتوا ايه؟ اللي مات فيكم خد ايه؟ محدش خد حاجة. مش هقدر اقول غير كلمة واحدة: حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، في اللي انتوا قلتوه، في اللي انتوا عملتوه فينا. انا طالبة الحماية لاولادي، طالبة الحماية مش اكتر، طالبة الحماية ليا انا واولادي. انا خايفة اودي عيال مدرسة، خايفة اوديهم المدرسة، ان وديتهم بوديهم يوم وقعدهم يومين. خايفة لو اروح ملاقيش حد من العيال في المدرسة. خايفة انا بقى ان وديتهم يوم بفضل قاعدة معاهم لحد ما يطلعوا تاني من المدرسة. فمش يعني مش عارفة اقول ان مفيش كده ابدا. نفسي الناس كلها تبقى يقول يعني كل واحد حر بدينه، كل واحد حر بدينه. انتوا مقتنعين بدينكم واحنا مقتنعنا بديننا، خلاص. ليه الضغوط اللي انتوا بتضغطوها علينا؟ على فكرة برضو اتعرض علينا فلوس، واتعرض علينا من الكنيسة بأول حاجة. الكلام ده كان متوجه لجوزي وانا قاعدة معاه. يعني القسيس اتصل عليه وقال له احنا هنديك اللي انت عايزه وتعالى ارجع وهات ولادك ومراتك وارجع. هو قال لهم مراتي مش موجودة معايا عشان محدش يعني يضغط عليه اكتر من كده. هما كانوا عايزيني انا والولاد، هو كل اللي همهم الولاد وانا. فجوزي قال لهم العيال مش معايا وزوجتي مش معايا، ودوت برضو دفع الكلام اللي طلع عليا انا وهو من اخواتي.